اجي تشوفوا فضيحة واش من فضيحة ديال أمينة حيدر وكبرنات نظام العسكر. قال لك جهزوا البرلمان الأوروبي جلسة مخصصة للاستماع المرتزقة أمينة حيدر، كتهم المغرب بالتجسس عن طريق البيغاسوس، بحال هي المغرب كيتصنت عليها بحال هي هيلاري كلينتون. والله ما كتحشم لا هي ولا كبرنات فرنسا، خاسرين عليها شي 2 المليون لدوك الأعضاء ديال الأحزاب الراديكالية اللي في الاتحاد الأوروبي الشيوعية الاتحادية. ها ما خسروا دابا 2 المليون ولا 3 ديال اليورو. لكن ها هو الفضيحة، ما حضر حتى واحد لهاد الجلسة. يلا تقريبا شي 5 الناس اللي جاو، لكن هذه غير در الرماد في العيون. هنا علاش البرلمان الأوروبي ما حضروش؟ علاش داروا مقاطعة على هذه الجلسة؟ ياك هما قرروا باش غادي يستمعوا باش حقا يضايقوا المغرب بأنه كيتجسس على مناضلة وهي غير بوالة تحت الخلا. الحق اليوم عرفوا بأن المغرب ديال اليوم ليس هو مغرب الأمس. اليوم البرلمان الأوروبي يلا سرات معاه ويلا حس باللفتة بأنه راه ما عرف اللفت شحال داير. ها انتم كتشوفوا جلسة الشوهة هذه ما حضر لها حتى واحد. ها هما واحد 4 ولا هما 5، ربما 3 كاع، غير دوك اللي كيسيقوا القاعة ديال البرلمان. ربما البرلمان وقيلا هو عنده عطلة، والكبرانات داوها تما كاين خسروا عليها الفلوس وضحكوا عليهم هذوك أعضاء ديال الأحزاب الشيوعية ديال دول أوروبا، راهم داو لهم فليسات كالوها وضحكوا عليهم. ها هي الجلسة خرجت خاوية. تحياتي أيها المغاربة، عاش المغرب والدبلوماسية المغربية.